أهلا، أنا ماريا. سنتعرف اليوم على الأستاذ والباحث سعيد لكحل. رأى النور بمدينة سيدي سليمان بالمغرب سنة 1957. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بنفس المدينة، ثم التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث حصل على الإجازة شعبة الفلسفة تخصص علم الاجتماع، ثم حاز على الكفاءة التربوية للتعليم الإعدادي والثانوي. مارس مهنة التعليم كأستاذ للفلسفة. انتمى الأستاذ لكحل إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وكان عضوا بلجنتها المركزية، وهو حاليا عضو بجمعية ضمير، وعضو سابق بمكتبها المركزي، وعضو مجلسها الوطني. تقديرا لإسهاماته في الدفاع عن حقوق المرأة وعن المساواة، منحته فيدرالية رابطة حقوق النساء العضوية الشرفية، وخصته بتكريم مستحق. أسهم الأستاذ سعيد لكحل في تأسيس تنسيقية المناصفة التي اهتمت بموضوع المساواة في تقسيم التركة، وشارك في صياغة مذكرتها ومقترح قانون في الموضوع، كما رافع من أجل المساواة في العديد من الملتقيات والمنابر الإعلامية. بالموازاة مع عمله في مجال التعليم، انكب الأستاذ لكحل على دراسة التراث الثقافي الإسلامي وتحليل تنظيمات وحركات الإسلام السياسي. هو متزوج وأب لولدين. له عدة مؤلفات وضعت في آخر هذا الفيديو. لقد كان الأستاذ سعيد لكحل ولا زال سندا فكريا ثمينا لمطالب الحركة النسائية. نتمنى أن يلتحق شبابنا المعاصر بركب الحداثة والتعايش الحضاري في كنف مغرب يحمي الجميع. شكرا وإلى اللقاء.